أهلا بكم في فيديو جديد. القائمة النهائية والأساسية للمسلسلات التي تعرض في شهر رمضان إن شاء الله 2023. يلا نبدأ فيديو النهاردة. أول مسلسل معنا النهاردة هو مسلسل جميلة. مسلسل جميلة من بطولة النجمة ريهام حداد، سوسن بدر، نبيل عيسى ويسرى اللوزي. مسلسل جميلة من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز. بعض التفاصيل القليلة التي توفرت عن هذا المسلسل، حيث أنه في الحلقات الأولى منه تكون الفنانة ريهام حجاج بدور شخصية تدخل في صراع مع إخوتها بسبب الميراث بعد وفاة والدها، وتستمر الأحداث في العديد من المواقف الشيقة في هذا المسلسل. مسلسل جميلة يعرض على قناة أون، مشاهدة ممتعة نتمناها لحضراتكم. أما المسلسل الثاني الذي يقدم في سباق المسلسلات في شهر رمضان 2023 وهو مسلسل حمد لله على السلامة. مسلسل حمد لله على السلامة بطولة الفنانة الكبيرة يسرى بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من الفنانين الآخرين. هذا المسلسل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وهذا المسلسل أيضا يعرض على قناة أون، مشاهدة ممتعة. أما المسلسل الثالث والذي يعرض في رمضان 2023 فهو مسلسل علاقة مشروعة. مسلسل علاقة مشروعة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، بسنت شوقي، مريم جمال، مراد مكرم ومجموعة كبيرة أخرى من الفنانين. هذا المسلسل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي، وهذا المسلسل يتكون من 15 حلقة. وفي هذا المسلسل يقوم ياسر جلال بدور رجل أعمال، وتتحول حياته الأسرية الهادئة المستقرة إلى حياة مليئة بالأحداث والمواقف المختلفة، ومليئة بالقلق والتوتر نتيجة لحادث معين ستكشفه الأحداث خلال المسلسل. علاقة مشروعة هو مسلسل يجمع بين ياسر جلال ومي عمر بعدما كان بينهما مسلسل آخر تم عرضه في شهر رمضان 2020 وهو مسلسل الفتوة، والذي حقق نجاحا كبيرا ودار في حي الجمالية قبل 100 عام من الآن. هذا المسلسل يعرض حصريا عبر قناة الحياة. والمسلسل الرابع معنا النهاردة في المسلسلات التي يتم عرضها في شهر رمضان إن شاء الله وهو مسلسل صراع الفصول. مسلسل صراع الفصول من تأليف مجموعة من الكتاب: كريم يوسف، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، ومن إخراج إسلام خيري. ومسلسل صراع الفصول من بطولة دنيا سمير غانم ومجموعة أخرى من الفنانين مثل خالد الصاوي، سيد رجب، سلوى عثمان، هلا فاخر، بيومي فؤاد والكثير من الفنانين. وفي هذا المسلسل تجسد دنيا سمير غانم شخصية أمل التي ترث مكتبة كبيرة من والدها بعد وفاته، وتتسبب هذه المكتبة في أن تدخلها في أكثر من حقبة زمنية. وفي هذا المسلسل تقوم دنيا سمير غانم بالعديد من المواقف الكوميدية. هذا ولقد عادت الفنانة دنيا سمير غانم إلى العمل في المسلسلات بعد انقطاع دام لمدة 3 سنوات، حيث قدمت آخر مسلسل لها في سنة 2019 وهو بدل الحدوتة 3. ويعرض مسلسلها الجديد صراع الفصول في رمضان 2023 عبر قناة CBC. والمسلسل اللي بعد كده معانا النهاردة في سباق المسلسلات اللي بتعرض في رمضان 2023 هو مسلسل الإمام الشافعي. هذا المسلسل من بطولة خالد النبوي، وتدور أحداث هذا المسلسل حول قصة حياة الإمام الشافعي. ومسلسل الإمام الشافعي يعرض على قناة DMC وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج الليث حمد. والمسلسل اللي بعد كده معانا النهاردة في سباق المسلسلات وهو مسلسل تغيير جو. مسلسل تغيير جو من بطولة منة شلبي ومن تأليف منة الشيمي ومن إخراج مريم أبو عوف، ويعرض المسلسل عبر قناة MBC مصر في رمضان 2023، ونتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة. والمسلسل اللي بعد كده معانا النهاردة في سباق المسلسلات التي تعرض في رمضان 2023 هو مسلسل حضرة العمدة. مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، أحمد رزق، سميحة أيوب، بسمة ومجموعة أخرى كبيرة من الفنانين.
هذا المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج عادل أديب. وفي هذا المسلسل تجسد الفنانة روبي شخصية صفية الفارس، أستاذ علم نفس بالجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة إلى قريتها حتى تترشح للعمودية. وهنا تواجه الفنانة مجموعة من المواقف والتحديات في إطار اجتماعي، ويعرض هذا المسلسل عبر قناة MBC مصر. والمسلسل اللي يليه بعد كده هو مسلسل ستهم. مسلسل ستهم من بطولة الفنانة روجينا ونانسي صلاح والمنشد ياسين التهامي ومجموعة أخرى من الفنانين. هذا المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز. قصة المسلسل تدور في إطار اجتماعي مشوق، حيث أن هذه القصة مستمدة من قصص واقعية، ويدور هذا المسلسل حول 4 نساء يعملن في الكثير من المهن الشاقة، حيث أم فارس وتعمل أسطى كهربائية في مجال التأسيس والتشطيبات، وشخصية أخرى وهي تعمل في مصنع طوب بمحافظة الدقهلية. أما الشخصية النسائية الثالثة في مسلسل ستهم فهي شخصية تعمل كمعلمة وترتدي الجلباب الصعيدي، كما إنها اشتهرت في مجال بيع البطيخ بين كبار التجار. أما السيدة الرابعة والتي تتحدث عنها مسلسل ستهم أيضا فهي بهية، والتي اشتغلت في العديد من المهن الشاقة، وقامت بعد ذلك ببيع كليتها حتى تقوم بتسديد ديونها، وتعرض زوجها أيضا لحادث صعب. هذه بعض من الأحداث التي تدور داخل مسلسل ستهم، حيث أن المسلسل أيضا مليء بالمواقف الاجتماعية المشوقة التي ننتظر عرضها على قناة النهار، حيث أن هذا المسلسل يعرض حصريا على قناة النهار رمضان 2023. مشاهدة ممتعة. والمسلسل اللي معانا بعد كده في قائمة مسلسلات رمضان 2023 هو مسلسل تحت الوصايا. مسلسل تحت الوصايا بطولة منى زكي، دياب، رشدي الشامي ونسرين أمين. وهذا المسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير. تدور أحداث مسلسل تحت الوصايا في إطار من الإثارة والتشويق حول قانون الوصايا في المجلس الحزبي، وتتلقى منى زكي صدمة كبيرة في المسلسل، وهي وفاة زوجها وأبو أولادها، حيث بعد وفاة الزوج تتعرض منى زكي لمجموعة من الأزمات والمواقف مع عائلة زوجها. وهذا المسلسل يناقش قانون الوصايا في المجلس الحزبي، حيث من الممكن أن تكون هذه الوصايا عادلة أو ظالمة في بعض الأحيان، وذلك من وجهة نظر الأحداث في المسلسل. والمسلسل اللي معانا بعد كده في قائمة المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان 2023 هو مسلسل سر باتع. هذا المسلسل يتحدث عن الوقت الحاضر وفترة تاريخية ماضية في العصر الماضي، وبالتحديد أيام الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798. ويشارك في بطولة هذا المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف الأجيال، حيث أن عدد الفنانين بالفعل يزيد عن 60 فنانا يشاركون في بطولة هذا المسلسل، من أبرزهم أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، وحسين فهمي، ومجموعة كبيرة أخرى من الفنانين. ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة لمسلسل سر باتع الذي يناقش فترتين تاريخيتين مختلفتين، الوقت الحاضر والحملة الفرنسية على مصر. مشاهدة ممتعة. والمسلسل اللي معانا بعد كده وهو مسلسل مذكرات زوج، بطولة طارق لطفي، نهى عبدين، خالد الصاوي، ومجموعة أخرى من الفنانين. وهذا المسلسل مأخوذ من رواية يطلق عليها نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت. وهذا المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج تامر نادي. وهذا المسلسل من 15 حلقة ويعرض على قناة الحياة. والمسلسل اللي معانا بعد كده وهو مسلسل ساعة الصفر، وهو مسلسل كوميدي. هذا المسلسل من تأليف إيهاب ليبل وإخراج شادي الرملي. هذا المسلسل من بطولة محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر. وهذا المسلسل يعرض على قناة
DMC. والمسلسل اللي معانا بعد كده والذي يعرض في رمضان 2023 وهو مسلسل آخر الزمان، وهذا المسلسل بطولة فيفي عبده وأحمد عبد العزيز. وهذا المسلسل يتحدث عن بعض القضايا الاجتماعية مثل قضية الإدمان والسوشيال ميديا، حيث أن هناك فتى يدعى علوة يعيش في حارة شعبية يكون محبوب من الجميع. هذا الفتى يدخل الجامعة وبعد ذلك يتعرف على مجموعة من الأصدقاء الذين يدخلوه إلى عالم المخدرات، ويتعرف على فتاة غبية يقوم بالزواج منها، وبعد ذلك تتوالى الأحداث والمواقف الشيقة. وهذا المسلسل يعرض على قناة النهار وهو من إخراج أيمن سلامة. والمسلسل اللي بعد كده في قائمة المسلسلات التي تعرض في رمضان 2023 وهو مسلسل ضرب نار. مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري. وهذا المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وآخرين. وأحداث هذا المسلسل تتلخص في أن ياسمين عبد العزيز تقوم بدور فتاة من شبرا تدعى مهرة تعمل في مصنع عبايات حريمي، وتتعرف على جابر أبو شديد صاحب محل كاوتش من شبرا أيضا، حيث تنشأ بين الاثنين قصة حب، وتحدث العديد من المواقف المشوقة والمثيرة خلال أحداث هذا المسلسل. وهذا المسلسل يعرض في السباق الرمضاني 2023 على قناة CBC. نتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة. معنا بعد كده في قائمة المسلسلات هو مسلسل محارب. مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، تأليف محمد سيد بشير. قناة العرض هي قناة النهار. مشاهدة ممتعة. والمسلسل اللي معانا بعد كده هو مسلسل كامل العدد. كامل العدد من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وهو من المسلسلات التي تتكون من 15 حلقة فقط. مسلسل كامل العدد بطولة إسعاد يونس، دينا الشربيني، شريف سلامة. قناة العرض هي قناة MBC مصر. مشاهدة ممتعة. والمسلسل اللي معانا بعد كده وهو مسلسل العمدة. مسلسل العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، محمد داغش، بيومي فؤاد، هالة صدقي، ومجموعة كبيرة من الفنانين. وهذا المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي. والمسلسل يعرض على قناتي DMC و MBC مصر. نتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة. والمسلسل اللي معانا بعد كده في قائمة المسلسلات والتي تعرض في رمضان 2023 وهو مسلسل الهرشة السبعة. هذا المسلسل هو مسلسل كوميدي من بطولة محمد شاهين وأمينة خليل، وهذا المسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وقناة العرض MBC مصر. الأجهر بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب. وهذا المسلسل يدور في إطار اجتماعي شعبي، وهذا المسلسل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي، ويعرض المسلسل في رمضان على قناة MBC مصر. اللي معنا بعد كده وهو مسلسل سوق الكانتو من بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، كمال أبو رية، ومجموعة أخرى من الفنانين. وهذا المسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي. وهذا المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي وفي حقبة زمنية قديمة، ويعرض المسلسل على قناة DMC. مشاهدة ممتعة. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهو مسلسل بابا المجال. بابا المجال بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، باسم سمرة، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة أخرى من الفنانين. وتدور أحداث هذا المسلسل في إطار درامي شعبي يجمع ما بين الأكشن والإثارة والرومانسية.
وفي هذا المسلسل يجسد مصطفى شعبان شخصية رجل أعمال يبدأ من الصفر حتى يصبح تاجرا كبيرا وله مجالا مرموقا بين كبار رجال الأعمال وبين كبار التجار وحتى يطلق عليه بابا المجال. هذا المسلسل يعرض على قناة MBC مصر في رمضان 2023. نتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة. والمسلسل اللي معانا بعد كده وهو مسلسل عملة نادرة. عملة نادرة ينتمي إلى فئة المسلسلات الصعيدية. هذا المسلسل من تأليف مدحت العدل ومن إخراج ماندو العدل. عملة نادرة من بطولة نيلي كريم، كمال أبو ريا، جمال سليمان، أحمد عيد وفريدة سيف النصر. عملة نادرة يعرض على قناة DMC. والمسلسل اللي معانا بعد كده وهو مسلسل الكبير قوي الجزء السابع. الكبير قوي الجزء السابع مسلسل كوميدي صعيدي ومن بطولة أحمد مكي. المسلسل من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي، وقناة العرض هي قناة أون. والمسلسل اللي معانا بعد كده وهو الذي يعرض أيضا في رمضان 2023 وهو مسلسل الحج إكسلانس. الحج إكسلانس بطولة محمد سعد، علا غانم، وهو مسلسل من المسلسلات الكوميدية. وهذا المسلسل من تأليف سامح سر الختم وإخراج سامح عبد العزيز. قناة العرض CBC. ونتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة لكل المسلسلات. والمسلسل اللي معانا بعد كده وهو مسلسل منتظر من الكثيرين وهو المداح الجزء الثالث. وهذا المسلسل ينتمي إلى مسلسلات الرعب والإثارة. فبعد نجاح الجزئين الأول والثاني من المسلسل يخوض الفنان حمادة هلال السباق الرمضاني هذا العام بمسلسله المداح الجزء الثالث، حيث أن هذا المسلسل من بطولته بالإضافة إلى هبة مجدي والعديد من الفنانين الآخرين. المداح الجزء الثالث من تأليف أمين جمال ومن إخراج أحمد سمير فرج. قناة العرض كالعادة وكما سبقت هذه القناة وعرضت الجزئين الأول والثاني تعرض لكم الجزء الثالث وهي قناة MBC مصر. مشاهدة ممتعة. والمسلسل اللي معانا بعد كده وهو مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني. هذا المسلسل من بطولة سيد رجب وسلوى عثمان، وهذا المسلسل من تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج سامح عبد العزيز. وتدور أحداث هذا المسلسل في إطار اجتماعي عن الحارة المصرية في شهر رمضان. وقناة عرض هذا المسلسل هي قناة DMC. مشاهدة ممتعة. المسلسل اللي معانا بعد كده أيضا في مسلسلات رمضان 2023 وهو مسلسل السفارة، وهو مسلسل كوميدي تأليف أحمد أمين وبطولة أحمد أمين وإخراج علاء إسماعيل. وقناة العرض DMC. وهذا المسلسل من المسلسلات التي تتكون من 15 حلقة. مشاهدة ممتعة. ومن المسلسلات أيضا التي تعرض في شهر رمضان 2023 مسلسل الجبل بطولة عمرو يوسف وأحمد السقا. وهذا المسلسل يتناول الكتيبة 101 ومواجهتها للكثير والعديد من العمليات الإرهابية الغاشمة والسوداء، وقدرة هذه الكتيبة على التصدي والمواجهة القوية لمثل هذه العمليات. هذا المسلسل يعرض على قناة أون. مشاهدة ممتعة. وآخر مسلسل في الفيديو النهاردة معانا هو مسلسل بطن الحوت، وهو بطولة باسم سمرة ومحمد فرج. عدد حلقات المسلسل 15 حلقة. المسلسل من تأليف وإخراج أحمد فوزي. وقناة العرض MBC مصر. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.